اهلا بيكم يا شباب الثانويه. في فيديو النهارده باذن الله هعرفك ايه هي الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات، وكمان هقول لك مواعيد الكشف الطبي. مبدئيا كده فيديو النهارده مهم جدا جدا جدا، لانه بكل بساطه مخصص لكل الكليات والمعاهد في الجامعات المصريه، سواء انت بقى كنت علمي او ادبي، انت في طب، في تمريض، في اداب، في فن صحي، ايا كان انت في كليه ايه. فالفيديو ده ان شاء الله ليك ولكل طالب في ثانوية عامة 2024 إن شاء الله وداخل الكلية. في البداية كده وأنت مش متابعني فاعرف من نفسك إن فايتك كتير. أنا زياد الحصري بقدم محتوى خاص بطلاب الثانوية العامة والكليات، بعرفك التنسيقات، الاغتراب والفروقات ما بين الكليات، وكل التفاصيل اللي ليها علاقة بفترة ما قبل الجامعة لحد إن شاء الله ما تدخل كليتك وتوصل وتعدي فيها على خير من أنشطة وكل حاجة. فاعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. ويلا بينا النهارده ان شاء الله اعرفك الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات، مواعيد الكشف الطبي. بس في البدايه كده حابب اقسم لك فيديو النهارده كده، او هنتكلم عن 3 محاور. اول حاجه هتكلم فيها هي الاوراق المطلوبه بالتفصيل، تاني حاجه هتكلم عنها هي مواعيد التقديمات، تالت حاجه هتكلم عنها هي الشائعات. اول حاجه هنتكلم عنها ان شاء الله هي رقم 1 الا وهي الاوراق المطلوبه. طيب بداية كده أنا بتبع قاعدة في موضوع التقديمات بسميها قاعدة الأصل والصورة. يعني أي حاجة هذكرها في فيديو النهاردة لازم تجيب منها صورة أو 2 أو 3 على قد ما تقدر، مش هتخسر حاجة، وأقول لك بالظبط العدد بتاعها بيكون قد إيه. أول حاجة هنتكلم فيها هي طبعا أوراق المطلوبة، وأول حاجة معانا لازم تكون معاك هي أصل شهادة الميلاد بتاعتك. طبعا دي بيكون عند كل الناس، مفيش فيها أي مشكلة خالص، أصل شهادة الميلاد وكمان صورة منها. تاني حاجة هنحتاجها معانا هي بطاقة الترشيح. وبطاقة الترشيح دي اللي بيجي لك فيها لقد تم ترشيحك للقبول بكلية كذا، اللي هي بتكون موجودة أو بتجيبها من موقع التنسيق اللي بيكون موجود فيها اسم الكلية اللي ظهرت لك، وبتاخد منها صورة وبتاخدها معاك. طيب لو انت عامل تقليل اغتراب، طبعا الحاجات دي انت هتجهزها كلها فيما عدا بطاقة الترشيح، تحسبا لو تقليل الاغتراب بتاعك اتقبل فانت بتجيب او بتطلع اخر بطاقة ترشيح. لان مثلا لو انت في كلية طب بيطري عايز تيجي تمريض، طبيعي اول كليه تظهر لك في بطاقه الترشيح هي كليه طب بيطري. لو انت عملت تقليل اغتراب غير مناظر وجيت كليه تمريض، هيجي لك بطاقه ترشيح جديده اللي فيها كليه تمريض او الكليه الجديده عموما، سواء انت بقى محول من انهي كليه. فانت بتجيب احدث او اجدد بطاقه ترشيح وتاخد صوره منها. طيب رقم 3 معانا هي اصل شهاده الثانويه العامه. اصل الثانويه اللي انت اصلا بتجيبها من المدرسه بتاعتك اللي انت استخرجتها، اللي بيكون موجود فيها الرقم السري اللي انت كتبته وقت تسجيل رغباتك. اصل الثانويه العامه لازم تكون موجوده معاك، وطبعا صوره منها. رقم 4 معانا هتحتاج مع بعض صورتين للبطاقه الشخصيه، دي مفيش فيها مشكله خالص وحاجه سهله جدا. طيب الحاجات اللي انا ذكرتها او ال4 حاجات اللي فوق دي لكل الطلاب سواء بنين او بنات، لكن رقم 5 دي خاصه بالطلاب الذكور بس، خاصه بالولاد. هتجيب بقى حاجة معانا اسمها نموذج 6 جند و2 جند من مركز أو من المركز التابع ليك، أو التابع لمنطقتك عموما. يعني لو أنت مش عارف أو مش فاهم دي إيه، ده عبارة عن نموذج كده أنت بتقدمه في الكلية إن شاء الله اللي أنت هتقبل فيها، والنموذج ده يعني بيأجلك الجيش بتاعك لحد ما تخلص كليتك أو المعهد بتاعك، وبعد كده بتقدم عادي. فده إجراء روتيني عادي جدا. لو أنت مش فاهم أو مش عارف ده إيه بالظبط، انت بس هتروح المركز، مركز او اسم الشرطه اللي تابع ليه المنطقه بتاعتك، هتقول لهم مثلا انا مواليد وليكن 2006 مثلا 2005، شوف انت مواليد 2000 وكام، قول لهم مثلا مواليد 2000 وكذا، وانا عايز النموذج الجندي بتاعي، وهو هيعرف من نفسه كده وهيجيب لك الحاجه المطلوبه ليك. يبقى دي حاجه بس خاصه بالذكور فقط. اخيرا رقم 5 معانا هيكون معانا 6 صور حديثه 4 في 6، لازم 4 في 6. فانت بتروح الاستوديو بتقول انا عايز اتصور صوره للتقديم في الكليه. هو برضو عارف التقديم في الكليات بيكون محتاج صوره 4 في 6. طيب كده نكون اتكلمنا عن الحاجات المطلوبه او الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات، ودي حاجات ساريه واكيد على كل كليات مصر وكل المعاهد، كليات خاصه، كل حاجه بتكون موجوده معاك. طيب اي حاجه ذكرتها هنجيب منها صوره او 2 أو 3 اضافي، انت مش هتخسر حاجه لو انت صورتها. اخر حاجه بس حابب اضيفها، دي الكليات اللي هي اختبار قدرات زي مثلا تربيه رياضيه او ايا كان الكليه بتاعتك اللي هي اختبار قدرات، تجيب نموذج من نجاحك، بيكون في طبعا انت بيكون معاك نموذج كده انك ناجح في اختبار القدرات، فبرضه انت ايه، انت بتجيب صوره من الحاجه دي. طيب بعد ما اتكلمنا مع بعض عن الاوراق المطلوبه، هنتكلم مع بعض عن مواعيد التقديمات في الكليات. طيب
زي ما قلنا في الاول الاوراق المطلوبه كل حاجه موحده. دلوقتي الموضوع مختلف شويه في التقديمات. المواعيد في التقديمات بتختلف من جامعه للتانيه، كل جامعه بتحط مواعيد خاصه بيها، القاهره غير المنصوره غير دمياط غير اسيوط غير اسكندريه، كل جامعه بتختلف عن التانيه. ولحد دلوقتي مفيش كليات كتير او جامعات كتير اعلنت ان هي هتفتح اصلا التقديمات لسه لحد دلوقتي. طيب عايز اقول لك ان انت هتسمع كلام كتير جدا، يقول لك تقديم كليه مثلا تمريض جامعه دمياط يوم كذا، مثلا تربيه رياضيه جامعه السادات يوم كذا، كليه كذا يوم كذا. ما تسمعش لحد، دي كلها يعني ما كلام مش مظبوط. طب انا هعرف منين؟ بكل بساطه هتعرف مواعيد التقديمات. يعني مثلا الناس بتبعت لي تقديم كليه كذا يوم كذا، يوم كام، عايزين نعرف منك يا زياد. انا ما اعرفش، بس اللي عايز اقوله لك ان انت لازم تتابع المواقع الرسميه للكليه بتاعتك او الجامعه بتاعتك، ولو في جروب للدفعه بتاعتك حاول ان تدخل فيه، هينزل عليك كل المواعيد. فاللي يقدر يقول لك المواعيد هي المواقع الرسميه للجامعه بتاعتك او للكليات. ولو انت كمان تعرف حد في الكليه بتاعتك اكبر منك او حاجه ممكن تساله، ممكن يفيدك. فالوحيد اللي يقدر يقول لك المواعيد امتى بالظبط هي المواقع الرسميه، فتابع المواقع الرسميه. طيب كده اتكلمنا عن تاني شق من فيديو النهارده. الجزء الاخير معانا هو الشائعات. يعني ايه شائعات؟ يعني حاجات ما تصدقهاش. وبرضه ذكرتها قبل كده، هو انك تنساق ورا اي يعني ورا اي معلومات مش موثوقه، ان مصدرك الرسمي، وباكد من تاني، هو الموقع بتاع الكليه او الجامعه او الجروب اللي انت دخلت فيه من بعد يعني ما طلعت بطاقه الترشيح بتاعتك. ما تصدقش اي حاجه، تاخد بس الحاجه الرسميه والاكيده ان شاء الله من الموقع بتاعك. طب الاقي الموقع بتاع الكليه منين؟ بكل بساطه كل جامعه او كل كليه ليها السايت واحد على جوجل. فتبحث مثلا لو انت في وليكن كليه الطب جامعه المنصوره، تكتب موقع كليه الطب جامعه المنصوره، اكتب اسم كليتك كامل هيجي لك الموقع بتاعها، او دور على الفيسبوك. فانت حاول تدور وتوصل، وان شاء الله هتلاقي المواعيد الاكيده. ولحد الان لسه مفيش كليات كتير نزلت عشان الناس اللي لسه مش عارفه. كده نكون اتكلمنا عن الثلاث محاور اساسيه في فيديو النهارده: الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات، ومواعيد التقديمات، والشائعات. ان شاء الله هنتكلم الفتره اللي جايه عن الكشف الطبي. خدوا بالكم الكشف الطبي بيكون في يوم غير يوم التقديم، يعني انت بتروح تقدم في يوم وبعد كده بيديك ميعاد يوم التقديم للكشف الطبي في الكليه. ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن الكشف الطبي بالتفصيل، يكون معاك ايه لو انت لا قدر الله عندك امراض، ايه ممكن تتقبل، طب ممكن ما تتقبلش، طب لو ما تتقبلش تتصرف ازاي. تفاصيل كتير ان شاء الله تخص فتره الكشف الطبي. وان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديوهات جامده جدا تخص بدايه الدراسه ان شاء الله، الادوات المطلوبه في معظم الكليات، نظام الدراسه، نظام المحاضرات نزل كام يوم، طب العمل، طب نزول مستشفيات للكليات الطبيه، وبالتحديد طبعا تمريض الكليه الام. فان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديوهات قويه جدا. محدش ينسى يعمل لايك للفيديو ده ويشترك في القناه وفعل زر الجرس، عشان زي ما قلت لكم باكد لك من تاني بنقدم محتوى خاص بطلاب الثانويه العامه والكليات. فانا متاكد انك هتستفيد جدا 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 طول ما انت بتتابعنا. ومحدش ينسى يبعت لي على انستجرام لو انت عندك سؤال او اي استفسار، برد على كل المسجات اللي بتجيلي. وشكرا، مش هطول عليكم، ودمتم بخير وسلام.